سلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة خاصة وغريبة من بودكاست صوت من الظلام. الليلة معانا ضيف ماشي عادي، راجل عاش سنوات في العالم الخفي، عالم السحر، الطلاسم، الأرواح والجن. معانا ساحر تائب غادي يكشف لينا أمور عمركم ما سمعتوا بيها. كل شيء غادي يتقال بصراحة بلا رتوش وبلا خوف. جلسوا مزيان وسمعوا معايا. أول حاجة شكراً بزاف لأنك قبلتي الدعوة وجيتي تفضفض معانا في هذه الحلقة اللي مغايرة بزاف على العادة. الله يبارك فيك، أنا اللي كنشكركم حيث عطيتوني الفرصة نهضر، وربما شي واحد يسمع ويستفاد ويتراجع قبل ما يفوت الأوان. نبداو من الأول، شنو وقع باش وليتي ساحر؟ واش كان عندك هدف، دافع ولا غير فضول؟ في الحقيقة كانوا جوج دوافع، الفضول والرغبة في القوة. منين كنت صغير كنت كنشوف عمي كيجي عنده الناس من كل بلاصة، كيعطيهم وصفات وكيقرأ عليهم، وكان داير هيبة في الحومة. بغيت نكون بحاله وبديت كنقلب، كنقرأ كتب مخبية وكنمشي معاه لبعض الطقوس. في واحد النهار جاء عنده واحد الراجل بغى يفرق بين جوج، وعمي طلب مني نساعده. كانت البداية ومن ثم دخلت في العالم ديالهم. واش كنتي فاهم شنو كدير ولا كنتي تابع غير باش تعجب الناس وتحقق داك الإحساس ديال القوة؟ في البداية كنت غير تابع، ومن بعد وليت فاهم، وخا فهمي كان ناقص. ولكن ملي كبرت فهمت باللي أنا دخلت في باب مسدود وعواقبه وخيمة. واش تقدر توصف لينا أول طقس سحري درتيه بوحدك؟ كان طقس ديال حبس الحال. خديت صورة واحد الشاب ومعاها طرف من ثيابه، كتبت عليهم رموز وطلاسم، ودرت بخور خاص في الليل المظلم، وقريت تعاويذ معينة. ثاني نهار الشاب توقف ليه كل شيء، الخدمة، العلاقات، وحتى صحته بدأت تدهور. شنو حسيتي في داك اللحظة؟ فرح، ذنب، خوف؟ كان مزيج. فرحت حيت حسيت أني قادر ندير شي حاجة، ولكن بدات الوساوس، ما بقيتش كنقدر نعس بلا كوابيس، وبديت كنسمع أصوات في الليل. شنو طبيعة هاد الأصوات؟ واش كانت واضحة؟ كانوا كيعيطوا باسمي، ومرات كيطلبوا مني ندير أمور خايبة، كيوعدوني بفلوس وقوة. كانوا كينشروا الخوف في قلبي، كيبان ليهم وجوههم مشوهة بحال ظل كيتحرك قدامي. واش كنت كتلقى فلوس بزاف من السحر؟ بزاف، الناس كتخلص باش تضر وباش تفك السحر وباش توصل لشي حد. كنت كنعيش مزيان ماديا، ولكن كنت كنموت داخليا. شنو أخطر حاجة درتيها؟ واحد السيدة طلبت مني نآدي بنت خاتها حيت كتحسدها. درت طقس خطير، استدعيت فيه جني مارد وربطته بهديك البنت تخلعات وبغات تنتحر. ندمت، ولكن كنت عارف راسي غارق. شنو وقع باش فكرتي في التوبة؟ حلمت بواحد الواد كله دم، وكنت كنغرق فيه، وكانوا الجن كيشدوا فيا ويضحكوا. في وسطهم بان ضوء، وجا صوت كيقول لي ارجع قبل ما يفوت الفوت. من ثم صحيت مفزوع ومشيت عند إمام، وبدات رحلة التوبة. واش الجن خلاوك بسهولة؟ لا، بداو كيهددوني، كيتجسدوا في الغرفة، كيتكلموا بصوت أمي، كيجوعوني، كيبردوني. صبرت وقريت القرآن بزاف، ودرت رقية وصليت الفجر ديما. دابا واش مازال كيوقع عليك شي طيف، كوابيس؟ مرات قليلة ولكن ضعاف. الصوت الداخلي اللي كان كيدفعني رجع ساكت، ولات عندي راحة في القلب. واش كاينين ناس معروفين كيلبسوا الدين وكيخدموا السحر؟ إيه بزاف، كيلبس الجلابية وكيبدأ يقرأ، ولكن خدام مع الجن. كيعطيك ورقة مكتوبة ولا حاجة تدفنها، وهذه كل شي طقوس شركية. واش كتآمن بالعين والحسد ولا كله سحر؟ لا، العين والحسد كاينين، وشي مرات كيدخلوا حتى بلا سحر، ولكن السحر كيجي غالبا بطلب وبخدمة. واش كاين شي طرق قوية لإبطال السحر والعين؟ إيه، كاينة طرق فعالة، ولكن خاص الصبر والإيمان والمتابعة. أول حاجة الرقية الشرعية، خصوصا سورة البقرة يوميا، وآيات السحر، والمداومة على الصلاة في وقتها. ثانيا استعمال الماء المرقي، خصوصا ماء زمزم إلى توفر. كندهنه بالزيت المرقي ونغتسله بالماء والملح البحري. واش كاين شي وصفة معينة ساعدتك باش تخرج من ذاك العالم؟ واحد الشيخ نصحني بخليط من زيت الزيتون المرقي، زائد الحبة السوداء، زائد المسك الأسود، وكنت كنستعمله كل ليلة قبل النوم مع سورة ياسين، وكانت النتائج قوية بزاف. واش حال خاص الواحد باش يشفى؟ على حسب الحالة، كاين اللي يشفى في شهر، وكاين اللي كيبقى عام، ولكن المفتاح هو الاستمرار وما يفقدش الثقة. رسالتك الأخيرة للناس اللي كيلجوا السحر؟ راه السحر ظلمة ماشي طريق.
اليوم تفرح وغدا تخلص غالي، وحتى اللي مشى عند الساحر راه تلوث. التوبة. واش كنت كتمنى لو ترجع اللور؟ واش كاين شي حاجة كنت غادي ديرها بطريقة مختلفة؟ ايه، كنت غادي نسمع لنفسي الداخلية اللي كانت كتحضرني، وكنت غادي نطلب العلم الحقيقي، ماشي نمشي نبحث في الممنوع. كنت غادي نخدم على راسي، على قلبي، على روحي، ماشي نسعى نتحكم في حياة الناس. واش دابا كتعاون الناس؟ واش كاين شي دور إيجابي كتلعبو؟ الحمد لله، كنعاون الشباب، كنشارك القصة ديالي، كنحذرهم، كنمشيو للمراكز ديال التوعية وحتى عبر الانترنت. الهدف ديالي دابا هو نكفر على ما فات ونكون سبب في الهداية ديال شي حد. كنتمنى الرسالة ديالك توصل للي خاصها توصل ليه، ونشكرك بزاف على الشجاعة ديالك وعلى الصراحة اللي شاركتي بها اليوم. شكرا لكم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم ويهدي الجميع. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه واحدة من أقوى الحلقات اللي دزناها. كنبغيو نذكروكم السحر ماشي لعبة، وراه كل حل وهمي كاين ثمن باهظ. خذوا الحذر وفتحوا عينيكم. تابعوا بودكاست صوت من الظلام وحطوا تعليق وشاركوه مع اللي يمكن يحتاج يسمع هذه القصة. السلام عليكم.